بعد أسبوع من أول ما شين بلش يشتغل مع ساكاموتو بالمحل، بنشوف ساكاموتو قاعد كالعادة بيقرأ الجريدة تبعه. شين واقف جنبه وعم يتذكر كيف ساكاموتو سكت العصابة وضربه. بيقول له بانبهار إنه ما شاف حدا بيقاتل بالطريقة اللي هو بيقاتل فيها، وحتى وهو بعيد عن الأجواء لساته أفضل مقاتل محترف وسفاح. ساكاموتو كالعادة ما بيتأثر، بيقول له ركز بالشغل يا حبيبي، خلصني بقى. بس شين بيتجاهل وبيكمل كلامه بحماس: يا زلمة فوق سرعتك، خلصت عليهم كلهم ضربة واحدة، شو هالقوة هي؟ كيف هيك معلم؟ فجأة مرته ساكاموتو بتسمع كلمة خلص عليهم وبتتحول تماما، بتوقف كل شي شغل بإيدها وبتقول له بغضب: شو هاد؟ شو هاد معلم؟ رجعنا مثل قبل؟ يومك أسود يا حبيب. ساكاموتو بيقوم خايف وبيقول: والله ما صار شي، والله ما صار شي يا ست الكل، هاد كله كلام فاضي. بس شين بيقول باستغراب: شو كلام فاضي معلم؟ انت خلصت العصابة كلها لحالك. ساكاموتو بفكر بعقله: الله يفضحك، شو هالبلوة هي؟ مرته هون بتقول له: انا قلت لك من قبل وراح ذكرك مرة تانية، كسر قواعد العيلة عقاب الطلاق. وبتتركهم بتروح وهي متضايقة. شيني بيسأل: شو هي القواعد اللي عم تحكي عنها؟ ساكاموتو برد عليه: رح نعمل فتحتين زيادة برقبتك تتنفس، شو رأيك؟ شين بيقول له: ايش بتقتلني؟ ليش عملت له؟ ساكاموتو بيقول له: روح خلصني بقى مشان ما اطلق عن جد. بعد شوي بنشوف الاثنين ماشيين بالحي الصيني، وشين عم يطلع حواليه وبيسأل: شو جايين نعمل هون؟ ساكاموتو كالعادة ساكت وما بيرد. بعدين بنكتشف انه راح يشتري كيلو فطاير لحمة للعيلة. شين بيلاحظ وبيسأله عن سبب الشراء، انه ليش اشترينا؟ لما بيعرف انه منشان عيلته فر الدمعة من عينه وبيسأل مرة تانية عن قواعد العيلة، بس ساكاموتو بيتهرب من الجواب وما بيرد. وهن راجعين فجأة بنت بتنط من الطابق الرابع وبتوقع فوق ساكاموتو وبتفضح الفطاير اللي كانت شاريها للعيلة. بيحاول شين يواسي ساكاموتو بس بغير رأيه لما بشوف الفطاير تحطم مش صاير تعجين. هاللحظة رجال العصابات بيكونوا وراهم واقفين، بيلاقوا البنت اللي وقعت من فوق واللي كانوا عم يدوروا عليها، وهي اسمها تشاو تانغ. بيقولوا لها: مفكرة نفسك هربتي؟ بترد عليهم بكل ثقة انه انتم ما حتقدروا تكمشوني، انه انا كثير ذكية. اول ما بتخلص كلامها بيهجموا عليها، بتضرب اول واحد وبتخلي الثاني يقيس نمرة البوت تبعها. العصابة بيحاصروها بصير تتحرك بمهارة وبتكون قوية وبتنط بالهواء مثل القردة وبتضرب واحد بظهره، بس الثالث بيقدر يمسكها ويكتفها، وبيجي واحد بيسحب خنجر وبده يضرب يخلص عليها. ساكامونتو بكون مستعد وبس بيكسر له الخنجر دغري. بيقول له: يا معلم شو عم تساوي؟ اخر واحد بالعصابه بيطلع مسدس بيقول: اللي بيتحرك من مكانه خلاص. بسرعه كبيره تشياو بتطير المسدس من ايده وبتعطيه مجموعه ضربات مثل العاب تكن. بعدين بيجي عدد جديد من العصابات فبيهربوا بسرعه تحت وابل من الرصاص. بيرجع افراد العصابه للزعيم بيقولوا له انه فشلوا في مسك البنت. الزعيم بينزل فيهم ضرب، بيقول لهم: ما قدرتوا تمسكوا بنت صغيره؟ اذا هربت كل اللي عملناه بيضيع. فجاه راس واحد منهم بيطير والخوف بيسيطر على الكل. بيظهر باتشا واخوه سونا، الزعيم بيامرهم يجيب له المفتاح باي سما. باتشا بيسأل: يعني نقتل اللي بدنا اياه؟ الزعيم بريد: ما بهم، المهم المفتاح. ساكاموتو واللي معه كانوا على السطح وتشيا بتحكي قصتها عن المفتاح. شين بيقول لها: ليه ما رميتيه وخلصتينا؟ لكنها بترفض لانه ابوها وامها ضحوا لحمايتها. بعد اعتذارها ساكاموتو بيسألها اذا بتعرف تعمل فطاير لحمه، بتقول له: امي علمتني، وبيقرروا يساعدوها مقابل الفطاير. فجأة باتشو بيظهر وبيضرب ساكاموتو. شين بيواجه السفاحين التوأم باتشو وسونا اللي معروفين بالوحشية تبعهم واستعدادهم لفعل أي شيء مقابل المصاري. باتشو بحب يرسم رؤوس الضحايا، بينما سونا بحب إنه يشتغل على الصامت على السكيتي. شياو تكشف هويتهم لشين وتحذره من خطورته. سونا يستهزئ بشين بعد قتل صديقه، لكن شين برد بغضب مشيرا إلى ساكاموتو أبو خدود يعني. ينقذ ساكاموتو شين من هجوم باتشو وبيرفض شين وشياو تسليم المفتاح، وهو المفتاح خزائن أجداد شياو. خلال القتال يسترجع ساكاموتو ذكريات مؤلمة عن ماضيه. ساكاموتو بيحاول التكفير عن ماضيه ثم يدفعه لحماية شياو من التوأم السفاحين. باتشو بيستهزئ بسونا لكن برد عليه انه المفتاح لازم يرجع بأي سبب. فجأة باتشو بيطلع سيفه وبيهجم على ساكاموتو اللي بيصد كل الهجمات بغضا طنجرة. سونا بيهاجم كمان وساكاموتو بيصد هجماته باستخدام معارك، يعني زلمة وحش. بنفس الوقت باتشو بيهجم على شين. سونا بيقذف كوناي على ساكاموتو اللي بيصد ببراعة. باتشو وسونا بيقرروا يستخدموا مهاراتهم السرية للقضاء على ساكاموتو. بيهجموا عليه بكل قوتهم لكن ساكاموتو بيصد كل الهجمات بقوة خارقة. التوأم بيرجعوا لورا مصدومين. ساكاموتو بيعاني من شد عضلي فبيجي شين وبيحط له لزقة مسكنة. التوأم بيهجموا مرة تانية لكن ساكاموتو بيرفع الطنجرة وبيدمر بيها راس تباتشو. سونا بيحاول يهاجم لكن ساكاموتو بيكسره بطاسة. التوأم بيقرروا يواجهوا شياو تانك لكن شين بيقرأ أفكارهم بيقلبهم على ضهرهم. زلمة فنان. شياو بتسألهم مين هن وكيف هيك شاطرين. في هذا الأثناء زعيم العصابة بيكون عم يفتح الخزانة بس فجأة التوأم بيصيروا قدامه وشياو بتحط الخنجر على رقبته بتقول له اسكت. الزعيم بتوسل للشاو بتقول له انه اعتذارك ما حيرجع لي اهلي. شين بيقول له انه احنا ما اتفقنا هيك، لكن ساكاموتو بخلص على الزعيم. شيو بتقرر انه ما بقى بدها تستمر بالقتال، بدها خلص تفتح الخزنة. بتلاقي كنوز معبى. شيو بتلاقي رسالة تانية من ابوها، بتقرر تعيش حياة سعيدة. ثاني يوم ساكاموتو بيدخل المكان مصدوم. شين بيجيب له عصير برتقال، بيقول له انه شياو قررت تشتغل معه وتعمل فطاير. في مكان مجهول مجموعة قتال محترفين بيتكلموا عن المكافأة الكبيرة اللي على راس ساكاموتو. إلى هنا بتنتهي قصتنا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وشاركونا رأيكم بالكومنتات.